جوزي كان شايل مبلغ كبير في البيت للزمن ومعرفني مكانه، وفي العادي بيكون في مكان تاني عن الفلوس اللي بنسحب منها مصاريف غير المبلغ اللي على جنب. اخويا كان عايز يشتري عربيه ويشتغل عليها ومحدش بيقف جنبه لان اهلي على قد حاله. حكيت لجوزي الموضوع من بعيد، لكن رده ان اخويا فاشل وصعب حد يساعده لانه مش بيعمر في شغلانه. انا كنت زعلان على اخويا واخدت الفلوس واديتها له يدفعهم قدم واشترى العربيه. الكلام ده بقاله اقل من سنه، بس اخويا ما دفعش ولا جنيه لحد دلوقتي وفعلا مش شغال، ويا دوب اللي بيشتغل بيه بيدفعوا قسط العربيه. اخت جوزي جالها عريس وجوزي عايز يساعد اخته في جهاز. رجع جوزي ياخد الفلوس المتشاله ما لقاهاش، اتجنن طبعا وقعد يزعق. انا خفت منه وكذبت، قلت له ما اعرفش راحت فين، وهو بصراحه صدق. وكل شويه يقول لي انا مش هسكت، فلوسي دي تعب سنين ومستحيل تكون راحت كده. بدا يتغير وبقى عنيف في كلامه ونظراته كلها شك، وبقى بيبص لي كأن انا اللي خنت، وانا من جوايا كنت بتقطع. كنت عايز اقول له الحقيقه بس كنت خايفه من رد فعل، وخايفه كمان تتهز صورتي في نظر. الموضوع اتطور وبدا يراقب كل حاجه بتحصل في البيت، مواعيد دخولي وخروجي، حتى مكالماتي مع اهلي بقى بيراقب. وهو مقتنع ان اخويا الصغير هو اللي سرق. وفي يوم اخويا جالي يزورني، وللاسف جه جوزي بدري من الشغل ودخل لقينا قاعدين في الصاله. ابتسم وقال تعالى بقى يا شاطر انت اللي سرقت الفلوس. الجو اتوتر جدا، انا كنت هقع من الخوف. اخويا قال له لا والله انا ما اعرفش حاجه عن فلوس، بس جوزي كان مصمم. مسكه من هدومه وقال له لو ما رجعتش فلوسي هعرف اجيبهم منك بطريقه. ساعتها انا انهارت وصرخت فيهم وقلت الحقيقه كلها. مسكته هما الاثنين، وجوزي كان باصص لي بصدمه ومش مصدق، وقال لي يعني انت اللي خنتيني؟ حاولت اشرح له، قلت له اني بس كنت عايز اساعد اخويا وانه محتاج فرصه وانه مش لاقي حد يقف معاه، وان الفلوس اصلا كانت في البيت مش من حساب شغل جوزي او شقاء. بس هو ما كانش شايف كده. بالنسبه له انا خنت ثقته وضيعت مجهود. ساب البيت يومين وانا كنت بعيط كل دقيقه، مش عشان الفلوس لكن عشان نظرته ليا. بعدها رجع بس كان في برود في كل حاجه. قال لي انا مش هطلق بس كل حاجه بينا هتتغير. الثقه لما بتتكسر صعب ترجع. عدت شهور واخويا فعلا بدا يشتغل بالعربيه وحالته اتحسنت وبدا يسدد جزء من الفلوس، بس البيت ما بقاش زي الاول.